السلام عليكم. والله انا ما كنتش حابب اتكلم في موضوع المذيعه دينا المصري. واللي قالته بخصوص ان هي كانت في الكومباوند عندها في حي الاشجار. بطلت تسمع صوت الاذان، فبتسال يا جماعه ايه اللي حصل؟ قالوا لها اصل في مايكات اتشالت. ففي وسط التعليقات يجي لها واحد يقول لها انا ايه ذنبي اسمع جعير الحمار؟ فتقوم هي تستفز وتشتم وتقول الكفاتسه ومش الكفاتسه والحوار ده. والدنيا طبعا بتتقلب عليها، وهي بعد كده ايه يتم وقفها او وقف البرنامج بتاعها، ومطالبات مش عارفه ان كارنيه النقابه بتاعها يتشال او يتلغي او يتسحب منها. وبعد كده يطلع واحد يقول لك، او جماعه يعني من النصارى يقول لك احنا رفعنا عليها قواضي وعاملين لها محاضر والكلام ده بتهمه ازدراء الاديان. بس يجي بعد كده يقول لك يا جماعه كلمه كفاتسه معناها يعني مصريين، يعني كفتس يعني مصري يعني ايجيبتي. تمام، فتطلع مش شتيمه اصلا. ماشي. بس لما الموضوع يا جماعه يوصل للنصارى يبتدوا يخوضوا في عرضها، يطلع علينا اشخاص ينزلوا لها صور بلبسها مثلا وهي عريانه او هي مش عارفه ايه، واللي يتعمل لها فوتوشوب والكلام ده. احنا دلوقتي ما كناش بندافع عنها عشان هي لابسه ايه او مش لابسه ايه، وهو ده الفكر الحر والفكر العلماني. ولا انتوا نسيتوه؟ ما انتوا برضو اللي دعمتوا البنت اللي كانت رابطه شعرها رغم ان كان جنبها واحده مش رابطه شعرها، وقلتوا الفتاه وصل المصريه وصل الحراسيه وصل البتنجانيه عشان كانت بتخدم سرديتكم، ماشي، كحريه مراه. لكن لما دي ابتدت تتكلم عن الدين، طبعا ده ما بيخدمش ايه سرديتكم ككميته او كعلمانيين او كنصارى متطرفين. ركز لي في الكلمه بتاعت متطرفين عشان ما حدش يقول ان انا بعمم الكلام على كل النصارى. ماشي. فيطلع بقى ناس تخوض في عرضها، ناس تقول اصل هي رقاصه، ناس تقول واحد طالع يقول لي جايب لي قصه حياتها، يقول لك اصل اشتغلت في لبنان وكانت شغاله في الكباريات. كل ده انا ما يهمنيش. ماشي. رغم ان انت خدت في عرضها، يعني انت لو هي كانت غلطت ايراد انت غلطت 24 ايراد، والمفروض ان المحامي بتاعها يرفع عليك وعليه او على زيك وعليه ينزل حاجات عنها، يعني بدل القضيه 10 بتهمه التشهير والخوض في عرض الاشخاص بدا يوصل للسب والقذف كمان. فانا برضو اللي عايز اقوله من الفيديو ده، يعني عشان برضو ايه الواحد ما يطولش، يعني انضافوا يا جماعه بالنسبه للنصارى المتطرفين، انضافوا في الخصومه. هي قالت عليكم ريحتكم وحشه، لا انتوا ريحتكم مش وحشه، بس اللي ظهر هنا اللي وحش. ماشي. اللي ظهر ان القلوب هي اللي وحشه والسواد طلع، هي بس مجرد داست على الدمل. تطلع علينا واحده برضه زي الاخت دي من اعباط المهجر تقول لك يا جماعه الغوا صوت الاذان تماما احنا تعبنا، وكأن الاذان اللي بقاله 1400 سنه واكتر تعب الاخت دي النهارده. انا عايز اقول لها موتي بغيظك، وعلى راي الخلايجه ما بيقولوا كلي خرا. ماشي. الاذان عمره ما هيتمنع، صوت الاذان هيفضل موجود لحد يوم القيامه بامر الله تعالى، وانت عاجبك او مش عاجبك هو موجود غصب عنك، لاننا في دوله مسلمه وهو ده قانون الدوله المسلمه، والاذان عمره ما هيتشال. زي ما احنا برضو اجراس كنايسكو عمرنا ما هنقبل ان هي تتلغي او ان هي تسكت، ببساطه عشان احنا دوله بتحترم كل الناس اللي فيها. انما لما تطلعي انت تقولي الغوا الاذان تماما، لا ما نسكتلكيش ونديكي على عينك كمان. ماشي. برضه اما يطلع اخ كده يقول لك طب وطوا صوت الاذان، ويطلع واحد تاني يقول لك انا رايي تشيل المايكات من كل المساجد ودور العباده، واللي عايز يصلي مش عارفه ايه. حبيبي مالكش دعوه بشان المسلمين، خليك في شانك انت، خليك في دينك انت، خليك في عقيدتك انت. زي ما بتقولوا النصارى وعقيدة النصارى خط أحمر، برضو المسلمين وعقيدة المسلمين 20 خط أحمر. تمام. خليك بعيد عن الايه المسلمين. ربنا أمرنا بأن احنا نودكم ونبركم ونقسط إليكم، لكن لما تتخطوا حدودكم ربنا أمرنا أن احنا لا نبركم ولا نودكم ولا نقسط إليكم. وبكرر المتطرفين. فياريت النصارى انتوا خصمتوا الست دي رغم ان هي طلعت اعتذرت،
الخصومة عندكم تبقى بالأدب وبالقانون. غير كده وأنا شخصيا بدعمها في كلامها بخصوص الأذان، كون إن هي شتمت رد فعل مش فعل، ده في قانون يحاسب فيه. إنما موضوع الأذان مفيش فيه ولا كلمة. إحنا بلد مسلمة والأذان هيفضل موجود ليوم القيامة، واللي مش عاجبه باب الهجرة مفتوح. تمام؟ سلام.